صباح الخير. الفلوج رقم 2 في رحلتي إن أعمل مليون جنيه خلال 180 يوم بس. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن فكرة البيزنس وخلصت البراندنج والسيستم بتاع البيزنس وكل تفاصيل تانية كتير قوي. وتكملة على الفيديو اللي فات أنا قررت أفتح بيزنس اسمه RNL بيدير البيرسونال براندنج بتاع صناع المحتوى. يعني هو اللي بيمسك السيستم بتاع البيرسونال براند بتاعهم، بيحط الخطط والاستراتيجيات وبيخلي المحتوى يبان بشكل بيرفكت. تكمل على الفيديو اللي فات. ففي الفيديو ده بقى جوجل فورم ده مهمته ان ابعته للعميل من خلاله اعرف كل البيانات اللي محتاج اعرفها عنه. جوجل فورم مثلا بيحتوي عن كل حاجه خاصه بالبراندنج بتاعه، الرساله اللي عايز يوصلها للناس، الهدف بتاعه، للخدمات اللي هو بيقدمها، للمنتجات اللي بيقدمها، للصوره اللي هو عايز يظهر بيها قدام الناس، وحاجات تانية كتير. فده كده كان جوجل فورم. انا خلصته. الجزء التاني هو ان انا دلوقتي جه وقت ان انا ابعت للعملاء، ان انا اجيب عملاء. فازاي هجيب عملاء؟ في كذا طريقه. في مثلا طريقه ان انا انزل محتوى على السوشيال ميديا، وفي طريقه ان انا ابعت لهم رسائل، في طريقه ان انا اعمل حملات اعلانيه، في طرق كتيره. لكن انا لقيت ان انسب طريقه مناسبه ليا انا شخصيا وهي ان انا ابعت لهم رسائل خاصه. لان فكره ان انا محتوى ونزل محتوى على النت وكده، انا مش شاطر في الحاجه دي قوي دلوقتي. وان انا عشان اقدم محتوى قوي بيتشاف وكده، فمحتاج يكون عندي خبره في مجالات كتيره في المونتاج عشان اعمل ايديت وانزل ريلز، ومحتاج برضه ان انا عشان اعمل حملات اعلانيه وكده فمحتاج راس مال. فلقيت ان انسب طريقه مناسبه ليا وهنا بعت لهم رسائل على الخاص. فدلوقتي في مشكله، وهي ان صانع المحتوى ده بيجيله رسائل زي الرسالة اللي انا هبعتها له كتيره جدا. فازاي رسالتي انا تشده؟ ازاي رسالتي انا يعني تعجبه ويقراها؟ ما بعتلوش رساله عامه، يعني ما بقولوش انا صاحب بيزنس اسمه RNL بيعمل بيرسونال براندنج ويلا اشتري وكده. لا، انا قررت ان انا ابعت لهم رسائل بتتكلم عنهم هم. يعني اقول له مثلا انت مثلا فلان الفلاني عندك مشكله، البيرسونال براند بتاعك بيعمل حاجه معينه، وان انت البيرسونال براند بتاعك ده ممكن تحقق حاجه في المجال الفلاني اللي انت شغال فيه، عن طريق ان احنا نظبط حاجه وكده، وان انا مهمتي ان انا ادير لك كل ده. فاهمني؟ يعني ابعت له رساله خاصه بيه. ومثلا هو مثلا عنده تطبيقات وعنده صفحات السوشيال ميديا، فاجيب اسمها بحيث ان هو يحس ان انا بكلمه هو، بحل مشكلته هو، مش مشكله عاميه وهو زي اي حد. لا، رساله مخصصه ليه هو. وعشان اوصل له بقى، ليه اوصل له؟ ففكره ان انا ابعت له رساله على انستجرام دي ما بيردش. انا جربتها ما بتنفعش، هم ما بيردوش. فكان في او مش بيردوا هما ان انت بتخش في انستجرام في مكان صناع محتوى رساله ما بتجيلهمش. فاهمني؟ فعشان كده في طريقه في ان انا، عشان كده قررت ان انا اوصل لهم بكل الطرق ممكن. يعني فاهم؟ انا مش هسيب طريقه مش عارف ابعت له بيها رساله. يعني ابعت له على انستجرام، تيك توك اللي هي المسج اللي في تيك توك، ابعت له عن طريق الايميل، لو عنده لينكدين ابعت له عن طريق لينكدين، ولو عنده يعني هو عنده فريق دعم وكده ابعت لهم رساله عن طريق الواتساب، ابعت لهم باي شكل ممكن. دلوقتي بعد ما فهمت الطريقه التسويق اللي هشتغل بيها، جه طريقه ان انا ازاي اكتب رساله التسويق، الرساله اللي هبعتها له. طبعا هنستخدم شات جي بي تي. انا بقول شات جي بي تي ان انت تتصرف كانك كوبي رايتر محترف جدا، وان انا عايزك تكتب رساله نصيه مش عارف كذا كذا كذا، وجواها بديله بقى كل البيانات الخاصه بصناعه المحتوى ده. بان هو عنده محتوى على يوتيوب مثلا وانستجرام وعلى تيك توك، محتوى في مجال ايه، مين هما الشباب بتوعه الخاصين بيه، بيبيع ايه، هو مركز على ايه، الستايل بتاعه ايه، بحيث ان انا اديله معلومات كافيه عن صناعه المحتوى. فاليوتيوب بياخد المعلومات دي ويكتب لي رساله مناسبه ليه هو، تثبت صناعه المحتوى ده هو بس. فهو دي الطريقة اللي أنا شغال بيها. أنا لسه مبعتش لهم. أنا النهاردة أو بعد ما في الفيديو ده هبعت للعملاء، هبعت مثلا بقى لتلاتة، هبعت لتلاتة أو لاتنين، لأن أنا زي نقطة بس مهمة. أنا في البيزنس ده الفكرة عندي مش العدد، لأن أنا هشتغل لوحدي. ففكرة إن أنا مثلا لو مسكت مثلا الخدمة دي ليا عميل، مش ينفع أشتغل مع 5 6 عملاء في نفس الوقت. يعني أنا كل حاجة بعملها بنفسي. ليه ما عملتش فريق؟
ده لان انا مش عايزها في البدايه. اليوم التاني او كان الفلوج رقم 2، فبكده احنا خلصنا في البيزنس ده، خلصنا البراندنج، خلصنا السيستم نوشن وكانفا، خلصنا المكان اللي هنشتغل منه والمكان اللي هيكون فيه كل الخطط وكده اللي هو كانفا، وبرده في جزء نوشن ده غير السيستم، وخلصت جوجل فورم، وخلصت الرساله اللي هبعتها للعميل. اللي باقي ايه؟ اللي باقي ان انا ابعت للعملاء والعملاء يردوا عليا بس. انا مش هعمل ويب سايت، انا حاسس ان هي نقطه مش هتعمل فرق خالص، مش هتعمل اي فرق. فانا مش هعمل ويب سايت ومش هعمل صفحه على محتوى السوشيال ميديا، انا هبعت لهم رساله خاصه بس. وده كده فلوج رقم 2. في الفيديوهات الجايه بقى اقول لك بقى في عملاء فعلا ردت، عرفت تجيب عملاء ولا لا، لو عرفت تجيب عملاء فهل تشتغل معاهم ولا لا. كده عدى بالظبط 3 ايام، الفيديو نزل من اول امبارح وامبارح عدى، وده الفيديو بيتصور النهارده، فكده عدى 3 ايام من 180 يوم. متنسيش تتابعني، وفي الاخر متنساش تعيش حياتك. سلام.